هبة عز العرب، مذيعة برنامج ثوار لآخر مدى على قناة القاهرة التلفزيون المصري. احنا دي ثالث وقفة لينا، كان في وقفتين قبل كده، وقفة الأربعاء قبل الماضي كانت في ماسبيرو هنا أمام ماسبيرو، والوقفة اللي ثالثها كانت يوم الخميس. احنا بنحاول بقدر الإمكان إن احنا نكون على سلم نقابة الصحفيين، ودي ثالث وقفة. احنا بنقف في نفس موعد إذاعة برنامج ثوار لآخر مدى اللي المفروض كان يبقى دلوقتي على الهواء، وهو منع بدون ابداء اي اسباب مقنعه لينا. بيطالبوا ان هو يتم تسجيله وعرضه على النقابه، واحنا رافضين ده رفضا باتا لانه حقق مصداقيه من خلال وجوده على الهواء مباشره مع الجمهور. احنا ما تعبناش ومش هنتعب، احنا هنفضل مصرين على مطالبنا وهي عوده البرنامج، ومصرين انه لا لتكميم الافواه، ومصرين بانه ما فيش اي حد هيقصر الحريه على اتجاه واحد او على صوت واحد. احنا هنفضل طول عمرنا نقول لا للصوت الواحد، ونطالب بحريه للاعلام. مش ممكن بعد ثورتين 25 يناير و30 يونيو ان يبقى في تاني تكميم من الافواه. احنا مش هنرجع ما قبل ثوره 25 يناير، هنفضل نطالب بالحريه اللي طلع بيها الناس وبينادوا بيها. البرنامج ده هو لسان حال الثوار الحقيقيين ليس ثوار الفضائيات، وعلشان كده هم بيحاولوا يوقفوه، لكن اعتقد انه الناس بتساندنا وجمهور الثوار بيساندونا. واعتقد ان انت كنت موجود بنفسك الاسبوع قبل الماضي، وكان في معانا مجموعه من ضيوف البرنامج اللي كانوا بيظهروا على شاشه البرنامج واللي بيطالبوا بعوده البرنامج مره اخرى، لان هو ده المنبر الوحيد للتعبير عن الراي بمنتهى الحريه وبدون اي قيود وبدون اي اتجاهات او املاءات داخل البرنامج. لو عدم تنفيذ المطالب، ايه التصعيد اللي هتكون؟ هيكون في تصعيد ان شاء الله، لكن هيعلن في حينه. احنا في تصعيد على الجانب المسار القانوني. احنا رفعنا طلب امام لجنه حد المنازعات، وتم تحديد جلسه لينا يوم 7/4 القادم لكي نقدم بعد ذلك قضيه، نرفع دعوه قضائيه امام مجلس الدوله لرفض هذا القرار. واحنا هنفضل مصرين على مطلبنا، وهو عوده البرنامج مره.